السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الخير كله. هنعمل جبنة قريش بخيرها. شايفين اللبن ده لبن جاموسي، بتجيبيه من مكان موثوق منه، لبان زريبة، لكن ما تجيبيش اللبن اللي هو المحفوظ، العلب والازايز. شايفين بتتقطع ازاي؟ ده بعد ما انا سبتها 48 ساعة. انا هقول لكم ان شاء الله الطريقة. شايفين دي اتقطعت. ده طاجن جبته فخار، بتحطي فيه اللبن لانه بيدي طعم حلو قوي للجبنه. لو عن المتاح عندك حله ألمونيوم حطي فيها، بس انا دفيت الطاجن ده حاجه بسيطه، وبرج اللبن جامد في الكيس عشان يديني رغوه، عشان يديني قشطه. لما بترغي اللبن جامد، الرغاوي دي بتطلع قشطه، تبقى قشطه تقيله. تبداي تفضيه بقى في الطاجن، بس يكون الطاجن ناشف ما فيهوش اي ميه. بتفضي اللبن وتسيبيه لمده 48 ساعه. بتحطيه في فرن البوتاجاز يا بتحطيه على الرخام. لو حطيتيه في فرن البوتاجاز يكون فرن البوتاجاز مغسول كويس، عشان الجبنه ما تكرفش من فرن البوتاجاز. لو انتي كنتي سويتي فيه خضار او حطيتي فيه لحمه مشويه بتكرف منها. شايفين الرغاوي بقى بعد ما فضيتها ده بعد ما تم 48 ساعة. هوريكم دلوقتي بنشيل القشطة بتاعته. بتحطي المعلقة بتنغزي بيها، لو لقيتي فيه شرش خفيف كده تعرفي خلاص ان هي كده الجبنة بقت كويسة. تبدأي بقى تشيلي الوش ده، بتعمليها قشطة بقى براحتك، تسيبها قشطة زي ما هي. عايزة تعمليها زبدة تحطيها في المعجنات عادي، تحطيها في الحلويات. بس الشرش احنا بنحب نحطه قوي في المعجنات، بيدي طعم جميل قوي. المعجنات بيبقى احلى كمان من اللبن. شايفين قشطتها تقيله وحلوه قوي ازاي؟ ده لبن جاموسي، يعني ما تعمليش لبن بقري، لبن جاموسي احلى، بيديكي بقى نتيجه احلى. والقشطه دي جميله قوي في اكل الفطير، تبقى طعمها تحفه. احلى حاجه ان انت تعملي الحاجه بايديكي واثقه فيها، ولا محطوط لها حاجه زياده. لما بتجيبي الحاجه من بره ما انت مش ضامنه عمايلها معموله ازاي. هتعرفي الفرق لما تعمليها في البيت، هتعرفي الفرق ما بين دي وما بين الجبنه اللي انت بتشتريها من بره. على فكره 2 كيلو لبن جاموسي. طبعا القشطه دي اللي هتطلع، لو انت حبيتي تسيبيها قشطه تحطيها في الفريزر عشان ما تبصي منك. حبيتي تعمليها زبدة برضو بتضربيها جامد وتروح فاصلة اللبن منها وتبقى زبدة. بتجيبي بقى مصفى. انا هقولك بقى ايه بعد ان احنا ما شلنا القشطة خلاص. بنجيب مصفى ونحط فيها شاشة، او لو عندك اشارب طرحة اي حاجة في البيت تحطيها، وتبدأي تفضي فيها الجبنة عشان تصفي الشرش بتاعها. بتسيبيها ليلة كاملة تصفي الشرش بتاعها. حبيتي تحطيها وتلفيها بالشاشة وتحطي عليها حاجة تقيلة عادي، حبيتي تسيبيها كده برضو هتصفي الشرش بتاعها. بعد ما تفضيها كده تحطي لها شوية ملح بسيط. حبيتي تحدقيها براحتك، بس انا بحط لها ملح بسيط عشان استخدم الشرش بتاعها في المعجنات. هنبدأ بقى نلفها وتسيبيها بقى في المطبخ عادي وهي ملفوفة كده. شايفين الشرش بتاعها بدأ يصفي اهو. ده الشرش بتاعها بعد ما صفت خلاص، سيبناها ليلة كاملة. هوريها لكم بقى لما بنفكها من الشاشة. طبعا انا برمتها بالشاشة عملتها. حبيتي انت تعمليها قرص مدور براحتك، حبيتي تعمليها ملفوفة كده براحتك. وبعد كده بقى تبدأي تقطعيها. هتلاقيها بقى ماسكة حيلها وجميلة وانت بتقطعيها. شايفين ماسكة حيلها جميلة ازاي؟
دي جبنة بخيرها، غير الجبنة القريش اللي انت بتشتريها من بره. بعد ما بتقطعيها بقى بتحطيها في التلاجة عادي، ما بتسيبهاش بقى خلاص بره. شايفين هي ماسكة اهي، هوريها لكم ماسكة نفسها يعني حلوة، بس في الاكل بتبقى دايبة وجميلة، يعني مش هتلاقيها ناشفة، لا دايبة لانها بخيرها. شايفين اهي في منتهى الجمال. وان عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها ومش هتشتري جبنة من بره. ده الشرش بتاعها اللي وريتهولكوا بعد ما صفت خالص، وبالهنا والشفا. شايفين منتهى الجمال.